السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم في فيديو جديد. معكم إبراهيم النقية ونبدأ الفيديو. طبعا زي ما تشوفون طلعت نفسي في اليوتيوب، والسبب ليش؟ لان زي ما انتم مليتوا وانتم كل شوي قاعدين تشوفون فيديوهات مني عن الدبابات، انا برضه نفس الحاله، مليت وانا كل شوي قاعد انتج فيديوهات للدبابات. فانا حاب اني اسوي واجرب اشياء جديده. انا حاليا موجود في جده، بكره ان شاء الله يمكن اخذ جيت سكي واروح البحر وزي كذا. بسوي فلوج بسيط كذا، طلعه بسيطه بسويها في جده. اذا انت ودك اني اسوي شيء معين، او وش اكثر شيء تحب تتابعه في اليوتيوب، او وش تبغى اني مثلا اصور، وش يهمك، يا ريت تكفى تكتب لي تحت في الكومنتس، واكون شاكر لمشاركتك. ويلا نبدا الفلوج. يا واد شغل، يلا اتعس يا مدير. جدة انتي وبحر. العب له يلا. حظك حلو مرة اليوم. يلا كويس، بناخذ وسام من هنا. يلا هتان خلينا نروح على بحر بالله في البداية. يجيبك على البحر على طول، بدخلك على الدوار عشان شغل. امورك تتسنع يا مدير. بسم الله. طبعا الموضوع اليوم بيختص بمتى افضل وقت اشتري فيه دراجة نارية. طبعا بغض النظر عن الظروف، هذه يعتبر يعني ممارسات عالمية او ممارسات يعني اقدر اعتبرها افضل ممارسات في اوقات الشراء. طبعا الكلام اللي انا بقوله بينطبق على الدراجات الناريه المستعمله فقط، ما بينطبق على الدباب الموجود في الوكاله. الدباب الموجود في الوكاله موجود 24 ساعه في اي وقت في اي زمان. طيب، الموضوع بكل بساطه انه في الاجواء الجميله، في الاجواء البارده، او دائما في الشتاء تلاقي اصحاب الدراجات الناريه يخرجوا كثير يتمشوا بها، فتلاقي في طلب زايد على الدراجات الناريه او متزايد في الفتره هذه بالضبط من الوقت. احنا بلادنا بلاد حاره، الاجواء الجميله تجي في اوقات متقطعه ولا تكون موسميه فقط، فتلاقي الاقبال على الدراجات الناريه في الاوقات الجميله يصير عالي جدا. يبدا صاحب الدباب اللي عنده دباب والجروبات تطلع تتمشى وتخرج تاخذ لها رايدات حلوه. في هذا الوقت تلاقي صاحب الدباب عنده كذا حب لدبابه، في عنده كذا يعني في استخدام. في هذا الوقت تجنب تشتري. في ذا الوقت تبدا تبدا تعرض. اذا كان عندك دباب تبغى تبيعه تعرضه في الوقت. ليش؟ لانه طبعا الاجواء جميله وكل الناس طالعه بدباباتها، هتلاقي اللي يبغى يشتري متوفر بشكل مره عالي. بالفعل انا انصح اي سعر ممكن يروح معك. ابراهيم نخش الدوار روح يسار. يلا ما في مشكلة، والله الوضع انتحاري هنا. ايش اسمه، دائما انصح الشباب اقول لهم شهر رمضان احسن وقت اللي يبغى يشتري. اما بالنسبه للفترات اللي هي فترات الصيف، فترات الحاره في السنه او الموسم اللي يكون فيه وقت حار، هتلاقي اغلب اصحاب الدراجات الناريه بيرشوها وحطوها في البايكه. واقف الدباب ما بيستفيد منه شيء، حتى لو طلع حيطلع يتعرق ويتعب ويسخن ويرجع. فهتلاقي صاحب الدباب على طول بدون دراسه فكره البيع. الفكره او الشاهد من الموضوع عشان لا اطيل عليكم عشان اثبت الموضوع، الا في الصيف صاحب الدباب دائما يكون طفشان منه فممكن يبيعه باي سعر. هذه فتره شراء ممتازه، مش قلنا بيع، فتره شراء ممتازه. طبعا الظروف متغيره، اللغه متغيره، ممكن تلاقي لك دباب في الشتاء ارخص من الصيف او العكس صحيح. فتلاقي صاحب الدباب طفشان من دبابه ويبغى يصرفه. في هذه الحاله ممكن تضغط عليه انت في 1000 2000 ويبيعك هو، يكون وقت ممتاز للشراء. بالنسبه للبيع، مع زياده العرض او زياده الطلب على الدراجات الناريه في الاجواء الجميله زي الاجواء اللي احنا فيها اليوم ما شاء الله تبارك الله، كذا قررنا ناخذ راي. انا لو جاني احد دفع لي مليون على الدباب ما حبيعه اليوم، ترى اكذب حبيعه. والله من جد يا اخي الجو مرة، والله جو خرافي يا اخي. من جد. تحس اني كذاب ها؟ والله المليون ابيعه عليه بوسه كمان. والله ما بيع. مليون، والله مليون ممكن. تعتبر اجواء مثاليه لبيع الدراجات الناريه مش لشرائها، لبيعها. هذه كانت خاطره بسيطه، خاطره سريعه كده او فلوج بسيط كنت حابب اشارك معكم. الموضوع حسيت انه مهم، بنسال عنه كثير على السناب شات بعض التعريفات في القناه، حبيت اشاركه معكم اليوم. الكلام يعتبر من وجهه نظري، من تجربه انا مجربها في شراء الدراجات الناريه، قد ما تنطبق على الغير. اتمنى يكون عجبكم الفيديو، لا تنسوا الاشتراك في القناه، عمل لايك وشير سبسكرايب، ومتابعه سناب شات القناه وانستغرام القناه، وتابعوا اخوي وزميلي ابراهيم على قناه سيدات. اهم شيء أنا. السلام عليكم. واليوم معي نفس الضيف اللي كان معي في الفيديو الماضي، اللي هو اخوي هتان، ما قصر طبعا، مدلعني هنا في جدة ومعطيني بايك وحركات وفلة. هتان تعال قدام شوي عشان التصوير. الزبدة والله يا عيال الشارع محمس جد جد جد، ودي اخذ كيرفات. خليني اسرع شوف، ابغى اجرب الشوارع عندهم. ما شاء الله
والله ما شاء الله مرة يجي. احنا بصراحة في الرياض عندنا نفتقد الشيء هذا، الشوارع عندنا مرة ناعمة يعني جد. كل مرة تيجي تاخذ فيها لفة على سرعة عالية تبدأ تحس الكفر الخلفي عندك حق الدباب يسوي معك كذا. طبعا كذا شوي ما في مشكلة، كذا زيادة مشكلة. عشان كذا ما نستمتع زي لما نيجي على جدة ولا الشرقية او البحرين، لما تيجي لفات كذا على سرعة ناخذها ومرة نستمتع فيها. والله المكان زحمة وحش. للمعلومية لما تيجي سيارة من اليمين يمديك تشوف السواق تعرف اذا هو يطالع فيك ولا لا. في حال انك انتبهت له انه ما يشوفك اعطيه ضغطتين بوري كذا ولا اعطيه دعستين زي ما سوى هتام. الدباب هذا مركب عليه ما عليه صوت، دبة الوكالة. يلا احسن عشان ما نزعج الناس. معروفة جدا عندهم الكورنيش حلو، عندهم طبعا في اثنين، في كورنيشين اللي انا اعرفهم، في هذا ابحر وفي لا والله ثلاثة. جدة في عندهم 3 كورنيش. في عندهم اللي تحت في الجنوب اللي عند شارع فلسطين اللي صورت فيه آخر مرة، وفي عندهم حق أبحر، وفي عندهم حق حورة، شارع حورة اللي أنا ساكن حوله. بنرجع الحين بنشوف إذا نقدر نستأجر جيت سكيز زي ما تكلمت في الفيديو اللي صورت فيه نفسي. أوكي بتصل على هتان. ايه معالي هتان. ايش اسمه؟ لا تمشي مسرع، خليك على المسار يمين ومهدي. ايه صوت الهواء يصير ايه صوت الهواء صار عالي. اسمع ناخذ جيت سكيز ولا خلاص؟ نجرب نشوف. بس ما جبت ملابس سباحة عادي كذا. ها؟ والله انزل عادي. رد. ممتاز. يلا هتان معنا انه الوقت اخر، بس بنشوف اذا نقدر ناخذ جيت سكيز. اوكي. اوكي انا اضطريت اني افصل الاتصال لانه بصراحة الصوت فيه تشويش مرة قوي. فزي ما وعدتكم هذا المكان تبع الجيت سكيات، وهذا البحر ما شاء الله مرة يجي. ان شاء الله يخلونا، ان شاء الله يعطونا اياها. للاسف رفضوا انهم يعطونا جيت سكيز، لكن اعطونا جيت بوت. نقول بسم الله. احلى شيء ان نقدر نجيب خوذنا واغراضنا. اخيرا وافقوا لنا. 100 والله 100 200 اهم شيء هذا. يلا نبي نلحق النهار. والله عيال شيء مرة جيد. نروح قدام ان شاء الله ما نطيح. وهذا كابتننا، وهذا الثاني يصور وانا اصور. كلنا نصور. هجولة والله يا اخوي الهجولة دائما ما تنتهي نهايات شنيعة. لا كذا مرة والله يا ولد سريعة. وش ذا؟ بايكات ابو كلب. والله مسوين حنا فيها ثقال وما نخاف ودبابات ومدري ايش. اخرتها طلعنا سمك في البوت. ابى اشتري لي واحد تقسيط عادي.